خبز الدار على طريقة أهل بلاد المغرب العربي: كيلو من طحين المخبوزات، 2 حبة من البيض، نص كوب من زيت الزيتون، 3 معالق كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، 3 معالق كبار من الحليب البودرة، ونص معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، ونص معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، معلقة كبيرة من الملح، وماء دافي حسب حاجة العجين. الطريقة: بناخد الخميرة وبندوبها بشوية سكر وشوية مي ونتركها لتختمر على جنب. بناخد بقية المواد وبنجهزهم بوعاء العجن، بنضيف عليهم الخميرة بعد ما اختمرت والماء وبنعجنهم. بنتركها لمدة نص ساعة في مرحلة التخمير الأول، وبعد مضي نص ساعة بنهبط العجين وبنطلع كل الهواء منها، وبنرجع نتركها تختمر للمرة الثانية. هاي الكمية بتعطينا خبزتين كبار. بناخد صينية وبنفردها بورق الزبدة، وبناخد العجين وبنقسمه على قسمين وبنشكله على شكل مدور وبنحطه بوسط الصينية. بنفرده حتى نحصل على شكل دائري مميز، وبندهن الوجه بصفار البيض اللي بنضيف له قليل من الخل حتى نتخلص من ريحة البيض الغير مستحبة، وبنرش الوجه بالسمسم أو بالحبة السوداء أو حبة البركة. بنتركها شوي 10 دقايق ترتاح، وبندخلها فرن حامي على 200 درجة لحتى تنضج وتستوي وتقدم بجانب الأجبان والسلطات. وصحة وألف عافية.